معالي المستشار، أنا سمعت تصريح برضو على مواقع التواصل الاجتماعي من الأستاذة المحترمة هايدي فضالي. كانت قالت تحديدا إن أولياء الدم هم الأب والاتنين إخوات. مش يصدر حكم علينا وهو قاعد في استوديو او هو قاعد في القاعه. مساعينا كامله وهنفضل مكملين مع بعض، وبلتمس دعمكم الفتره اللي جايه بالذات عشان نكون. طيب، هل لو اتعرض على الطب الشرعي ممكن الطب الشرعي يوصل لسنه الحقيقي؟ مش اقتصاصا من المجرمه او القاتله بمساعده عشيقها بشخصهم. كان سبحانك يا رب بيكون في موجة تسونامي عالية جدا بتدمر أي حد بيحاول إنه ينول منها. بالنسبة لمرحلة النقد، حضرتك هتجهز لها من دلوقتي ولا لسه قدام شوية؟ لا، إحنا كمرحلة النقد بالنسبة لنا إذا صدر الحكم بكرة بالنقد بالنسبة لنا إحنا ملناش في النقد حاجة، ملناش كمجنى عليهم في النقد حاجة. يعني مسيرة النقد مش تبعنا. ليه؟ لأن النيابة العامة بتقدم طلبها وهي الأمين على المجتمع والمتهم. انما بالنسبه لامر النقد هو امر بالنسبه لنا سهل، اذا نزلت موضوعا بعد كده ساعتها لنا حق الحضور ان شاء الله. طيب معالي المستشار، انا سمعت تصريح برضو على مواقع التواصل الاجتماعي من الاستاذه المحترمه هايدي فضالي. كانت قالت تحديدا ان اولياء الدم هم الاب والاتنين اخوات. هل الاخوات المجني عليها مش من اولياء الدم؟ مفيش في القانون المصري حاجه تقول حاجه اسمها اولياء الدم. احنا بنتكلم على اللي ليهم حق الادعاء المدني. اللي ليه حق الادعاء المدني في القانون المصري بيقول لك يكون في جريمه او فعل انشأ ضرر، والضرر والفعل ده الضرر عليا واوقع الضرر والفعل اوقع عليا ضرر، في علاقه سببيه ما بينهم. هل اخوات المرحومه ما وقعش عليهم ضرر من وفاه المرحومه؟ لا، اكيد في ضرر. احنا مش بنتكلم في نزاع ميراث، احنا بنتكلم في جريمه ووقعت، والجريمه لما وقعت اصابت ضرر للمجتمع. انا ممكن انا كواحد في المجتمع تاثرت بهذا الجرم، وممكن اقدم للمحكمه طلب او ادعاء مدني في القضيه. مفيش حد يحجر على حد بالادعاء المدني. كده في الاحوال كلها الادعاء المدني بيتحول للمحكمه المدنيه المختصه. صحيح. فما حدش له السلطه او يكون له السلطه غير ان هو يدفع بالامر ده قدام المحكمه، مش يصدر حكم علينا وهو قاعد في استوديو او هو قاعد في القاعه. معالي المستشار، اكيد حضرتك عارف اللغط المنتشر بخصوص سن حسين. هل في بعد جلسه النطق بالحكم اي اجراءات حضرتك هتبدا تاخدها؟ وايه الاجراءات دي؟ طب هو قضيه حسين هي قضيه منفرده ملهاش علاقه بحكم بكره وما ترتب على حكم بكره. قضيه حسين قضيه ان احنا بنشتغل على مستند رسمي موجود بيقول ان سن الطفل ده او سن الحدث ده 14 سنه وشويه. وقانون الطفل بيقول ان يحتسب سن الطفل بالورق الرسمي، اما بشهاده ميلاد او بموجب بطاقه الرقم القومي. فحجيه المستند ده عشان خاطر نجحدها محتاجين ادوات كتيره، وشغالين على معظم هذه الادوات من مده، ويمكن ربنا بيسهل لنا الفتره الاخرانيه واليومين الاخرانيين دول بالذات ان احنا عندنا جديد يقدر يوصلنا لمرحله اللي احنا عايزينها او اللي احنا محتاجينها، خاصه في موضوع السن. بس هو موضوع صعب، ما هواش هقدر اجزم ان هو يقدر يوصل للنتيجه او ما يوصلش النتيجه، لان احنا في الاول وفي الاخر بنتعامل مع ورق رسمي، والقانون بيقول ان ده هو اللي بعتد بيه. الاشكاليه مش ان انا اوديه الطب الشرعي زي ما الناس فاكره، او الاداه اللي انا هثبت بيها سنه قد ايه، او طلب اثبات سنه بناء على ايه. القصه كلها ان احنا كقانون بيتعامل بالمستندات الرسميه وورق رسمي، وهو حجيته اللي موجوده. عشان نشيل حجيته بنشتغل في مشوار طويل كده ولفه كبيره عشان نوصل ان احنا نوقف الحجيه دي. صحيح. طيب، هل لو اتعرض على الطب الشرعي ممكن الطب الشرعي يوصل لسنه الحقيقي؟ وبالتاكيد لو عرض على اي وسيله من وسائل التسنين او وسائل اثبات السن هيتم اثبات سنه. طيب، في اي اجراءات حضرتك هتاخدها بعد جلسه النطق بالحكم؟ اكيد هيبقى في اجراءات من الطرف الثاني. في براح شويه. يعني هو بالنسبه لحسين ولا بالنسبه للطرفين، سواء بالنسبه لحسين طبعا هيكون احنا خلصنا من قصص الصد والرد والكلام اللي كان موجود، لان هم للاسف بدل ما يساعدونا في اثبات
سن حسين كانوا عامل معطل كبير لينا في هذا الموضوع. صحيح. ودي كانت اشكاليتنا الكبيره، ان احنا بدل ما نتكلم ونوعي الناس ونعمل حلقه ضغط بحيث ان احنا نخلي قانون الطفل في حاله ان نبين احتياج المجتمع لتعديله، واحتياج المجتمع ان يكون عندنا وسيله اثبات اخرى او ثالثه غير المستند الرسمي، وخصوصا في حاله زي دي هو تم اثبات سنه بموجب يعني مثبت سنه في 2018 وطبقا لاوراقهم هم بعد ما كان عنده 10 سنين. ما جبتش ما يفيد ان انا امتى فعليا ولد بورق قاطع. فما احنا بنيجي نتكلم على الكلام ده المفروض يكون عندي في القانون هنا مساحه شويه من الحركه، بحيث يكون عندي وسيله ثالثه او يكون للمحكمه او للنيابه العامه طريقه قانونيه لبحث هذا الامر. صح. فده كان نفسنا ان احنا الفتره اللي فاتت نركز عليه، ولكن للاسف خدونا في منطقه تانية وخدونا في منطقه دفاع عن المرحومه رحمه الله عليها ودفاع عن المجتمع وحقوق المجتمع في قضيه زي دي. فده كان مشكله، بس اظن ان احنا الفتره الجايه هيكون عندنا فضاء. احنا ما وقفناش بس هيكون عندنا مساحه اكبر من الحركه ان شاء الله. حضرتك كنت صرحت ان انت معتبر القضيه دي هي قضيه معالي المستشار محمد صفوه. سن حسين ده قضيه خاصه بيا، يعني حضرتك اخدها كنوع من التحدي، لان لو احنا في المجتمع مش كل واحد عرض عليه امر وتولاه وخده بجد وكافح من اجل اثباته، المجتمع هيكون في حاجه لامور كتيره قوي، هيكون عندنا خلل كبير. انا دلوقتي عندي قضيه زي دي وشفت جواها كم من المهازل وكم من الاضرار اللي وقع على المجتمع بشأن ان ولد عارف كويس جدا هو بيعمل ايه وازاي وامتى وفين، وعارف عقوبته في الاخر هيخش ويخرج. صحيح. في 6 شهور 4 جرائم، 6 شهور 4 جرائم متنوعه. صحيح. ما بين ضرب وسرقه وقتل. نفس الشخص استخدم الاداه اللي ادت للوفاه اللي هي الزجاجه في اول جريمه وفي اخر جريمه. اول جريمه عامل قطع في رجل، في القدم يسرى او في الساق اليسرى بتاع شخص، والمره دي في المرحومه داليا بالزجاجه. هو عارف بيعمل ايه وعارف مستخدمها ازاي. قبل الجريمه باسبوعين 3 معمول له قضيه هناك في بورفؤاد عند البيت، قبليها القضيه بتاعت السرقه اللي احنا اكتشفناها في وسط الشغل. يعني الموضوع مش موضوع وليد الصدفه، لا ده الموضوع في اجراءات، وفي الراجل ده بيرتب لمخطط اجرامي على مدار فترات كبيره. هو مش بيرتب، هم طلاقه الافكار وطلاقه المعطيات مع بعض، يلا نعملها. انا كده خارج، انا كده عارف انا بعمل عشان عارف اللي هو معاه شهاده. فطبعا بنقدم مناشده لمجلس النواب لمناقشه مشروع قانون بخصوص الموضوع ده، لان فعلا الظواهر دي بدات تنتشر بشكل كبير. لو زي ما حضرتك بتقول اللي هو عارف اللي هو معاه شهاده هيعمل الجريمه ويقول خلاص الموضوع خلص. صحيح. طبعا شكرا ليك يا معالي المستشار، ومتشكر على اللقاء الشيق ده، وان شاء الله احنا هنكون مع حضرتك متابعين في الفتره الجايه القضيه هتوصل لفين. وعايز بقى حضرتك قبل ما ننهي بقى توجه رساله للراي العام اللي وقف جنبنا طول الفتره اللي فاتت وكان سند وقوه لينا كده. في قضايا الراي العام دايما بيكون عندنا جهتين او عندنا فريقين، بس في قضيه داليا الحوشي كان سبحان الله كل ما يكون فيه هجمه او محاوله بناء موجه مضاده لتأييد حق المرحومه داليا الحوشي، كان سبحانك يا رب بيكون في موجه تسونامي عاليه جدا بتدمر اي حد بيحاول انه ينول منها او ينتقص من قدرها او حكمها. يمكن القضيه دي بتهم المجتمع كله وهمت المجتمع كله عشان بتمس كل بيت وكل اسره مصريه. القضيه فعليا هزت كل مواطن مصري من جواه، هزت كل ام وكل اب وكل ابن، حتى كانت حريصه على نفسها وحريصه على بيتها وحريصه على امها. قضيه داليا الحوشي قضيه تجمع المجتمع كله عليها، قضيه كل الناس منتظره حكمها، مش اقتصاصا من المجرمه او القاتله بمساعده عاشقها بشخصهم، ولكن اقتصاصا للمجتمع كله من هذا الجرم وهذا الفعل قبل ما يكون من فعلهم هم واللي متمثل فيهم هم، واقتصاصا من حقها اللي هيطلع فيهم هم الاثنين. مساعينا كاملة وهنفضل مكملين مع بعض، وبلتمس دعمكم الفترة اللي جاية بالذات عشان يكون في تعديل في قانون الطفل نقدر من خلاله إثبات السن الحقيقي المجرم زي المجرم حسين، ويكون في تشريع
يتفاعل مع الجرائم الخاصة بالطفل طبقا للجريمة مش طبقا للسن. وشكرا لكم جميعا.